يا ترى مين هو أعلم أهل الأرض؟ وليه ربنا أمر سيدنا موسى إنه يروح عشان يتعلم منه؟ ومين هو الغلام اللي كان مع سيدنا موسى؟ قصة من ضمن القصص الجميلة اللي في سورة الكهف. تعالوا نروح في رحلة جوه سورة الكهف وقصة سيدنا موسى وأعلم أهل الأرض، ونفهم تفاصيل كتير فيها يمكن كتير مننا ما يعرفهاش. قبل ما أبدأ نبتدي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويلا بينا. أول حاجة، ليه ربنا قال لسيدنا موسى روح لعبدا من عبادنا عشان تزيد منه علم؟ في يوم من الأيام سيدنا موسى كان بيخطب في شعبه اللي هم بني إسرائيل، وجي واحد منهم قال له يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فسيدنا موسى رد بعفوية وقال له لا طبعا، أنا نبي الله مفيش حد أعلم مني. ونسي هنا سيدنا موسى إنه أي علم هو عنده هو من عند ربنا، وإن ربنا وحده هو اللي عنده علم الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا أمره إنه يروح للعبد اللي ربنا أتاه العلم من عنده عشان يزداد منه علم. وهنا قال له على إنه هيروح لنقطة معينة إنها مجمع البحرين. ويقال هنا إن مجمع البحرين هي المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ولكن دي مش معلومة مؤكدة. وجي هنا سيدنا موسى طلب من يوشع بن نون اللي هو الغلام إنه يكون في صحبته في الرحلة لحد ما يقابل العبد اللي ربنا قال له عليه. وبالمناسبة يوشع بن نون هو كان من أشد الناس الملتزمة أو المؤمنة بسيدنا موسى، وليه شأن عظيم لما هيكبر، وإن شاء الله أحكي لكم مرة تانية. وكان في علامتين قبل ظهور العبد الصالح، هما نقطة مجمع البحرين، والحاجة التانية هيكون معاهم سمكة، والسمكة دي في وقت هيجي عليها مية، أول ما هتيجي عليها المية دي السمكة هتعيش من تاني، هتحيا من تاني وهتنزل تنط في المية. وهنا سيدنا موسى قال للغلام أول ما يحصل العلامة دي خلي السمكة معاك، وأول ما تحصل العلامة دي لازم تبلغني على طول. وبعد رحلة سفر طويلة ومرهقة جه سيدنا موسى حب إنه يستريح، وطلب من الغلام إنه يجيب أكل ليهم زي ما ذكر في القرآن آتنا غداء. فهنا الغلام افتكر إنه نسي إن الحوت أو السمكة جه عليها المية وفعلا نزلت، ودي كانت العلامة التانية وهو نسي يقول. وهنا اعتذر الغلام لسيدنا موسى وقال له إن الشيطان هو اللي نساني إن أنا أقول لك. وهنا فرح سيدنا موسى بإنه خلاص تمت العلامة التانية وإنه هيقابل العبد الصالح. ورجع سيدنا موسى بسرعة هو والغلام عشان يوصل للمكان اللي نطت منه السمكة، عشان هو ده نقطة التقابل مع العبد الصالح. ولقى هنا شخص نايم وحواليه خضار كتير جدا. وهنا بدأ الحديث بين العبد الصالح وسيدنا موسى. وهنا سيدنا موسى استغرب جدا انه العبد الصالح كان عارفه، وقال له انت موسى بني اسرائيل. وقال له ازاي عرفت؟ هو طبعا قال له اللي عرفك بيا عرفني بيك. وهنا قال له ماذا تريد يا موسى؟ ايه اللي انت محتاجه مني؟ قال له انا محتاج اتبعك عشان اتعلم وازداد علم من اللي انت اتعلمته. قبل ما نكمل القصة، العبد الصالح هو سيدنا الخضر عليه السلام، واللي محدش عارف اذا كان هو نبي ولا كان ولي من اولياء الله الصالحين، ولكن هو ربنا كان مديله علم مش عند سيدنا موسى. ولما طلب سيدنا موسى من سيدنا الخضر انه يتبعه عشان يزداد علم من عنده، هنا سيدنا الخضر رد عليه وقال له يا موسى انك لن تستطيع معي صبرا، انت مش هتستحمل اللي هتشوفه معايا. ورد عليه سيدنا الخضر رد قاسي وقال له يا موسى انا على علم من علم الله لا تعلمه انت، وانت عندك علم مش عندي انا، ألا يكفيك أن التوراة في يدك؟ وبعد الرد القاسي من سيدنا الخضر لسيدنا موسى، لكن برضه إصرار سيدنا موسى إنه يتعلم، فرد عليه وحاول يلطف معاه الكلام وقال له إن شاء الله هتلاقيني معاك وهصبر ولا أعصي لك أمرا. وافق سيدنا الخضر، ولكن
قال له في شرط عشان تتبعني، هو انك ما تسألنيش عن اي حاجة ابدا هتشوفها لحد ما انا اللي اكلمك عنه او افسره لك بنفسي، غير كده ما تسألش. ومن هنا هتبتدي الرحلة ما بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر. وهنا طلب سيدنا موسى من الغلام يوشع بن نون انه يرجع لمكانه تاني. وهنا هتبتدي رحلتنا الاولى، وهي السفينة اللي راح ليها سيدنا موسى وسيدنا الخضر، وطلبوا من اصحاب السفينة ان هم ياخدوهم في رحلتهم، وخدوهم بدون اجر. وبعد ما انتهت الرحلة بتاعت السفينة، جه سيدنا الخضر حفر في المركب واقتلع منها ألواح عشان يغرقها. هنا سيدنا موسى شافه واستغرب جدا واستنكر الموضوع، وقال له انت بتغرق السفينة بتاعت الناس المساكين اللي اصحابها لما شافوك عشان شافوا ان انت راجل كويس ما خدوش حتى مننا اجر. رد عليه سيدنا الخضر وقال له مش انا قلت لك انك انت مش هتصبر معايا يا موسى؟ وبسبب اندفاع سيدنا موسى وشدة الموقف عليه، نسي انه كان في شرط انه المفروض ما يتكلمش على اي حاجة هيشوفها مع سيدنا الخضر، وطلب منه انه يسامحه وانه ان شاء الله مش هيعمل كده تاني. وهنا المشهد التاني بتاع الغلام اللي فضل يتابعه سيدنا الخضر، وبعدين لما الاطفال روحوا كلهم بالليل وهو كان ماشي لوحده، راح مسكه سيدنا الخضر وذبح رقبته في لحظة ومات بسرعة. وهنا سيدنا موسى اتفزع وما قدرش يكتم صوته، وقعد يزعق في سيدنا الخضر وقال له ازاي تقتل نفس زي دي؟ عمل ايه؟ بأي ذنب قتل؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وهنا رجع سيدنا الخضر يقول لسيدنا موسى مرة تانية وقال له مش أنا قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ واعتذر سيدنا موسى للمرة التانية، ولكن المرة دي حط شرط على نفسه وقال له لو أنا سألتك عن أي حاجة تانية لا تصاحبني، خلاص هيبقى ده فراق بيني وبينك. في الرحلة التالتة مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر، لما راحوا قرية كانوا تعبانين جدا من مشقة السفر، وكانوا محتاجين للأكل والشرب، وخبطوا على كل باب في القرية. القرية دي كانوا أهلها ناس بخلة جدا، كلهم رفضوا يدوهم طعام أو شراب. وبعديها بشوية لقوا في القرية جدار كان محتاج إنه يتبني. وبعدين سيدنا الخضر بدل ما يقعد ويستريح، لا، ده قام يبني ويكمل الجدار. بعديها جه سيدنا موسى قال له طيب بدل ما انت بنيت الجدار وما خدتش عليه حاجه وما خدتش عليه اي فلوس، كنا طلبنا فلوس وكنا كلنا وشربنا، بدل ما احنا تعبانين كده ومش لاقيين ناكل ونشرب. هنا سيدنا الخضر قال له بس كده، التالتة تابتة، انا بقى هقول لك على كل الحاجات اللي انت ما قدرتش تصبر عليها يا موسى، وهذا فراق بيني وبينك. دلوقتي يا موسى هقول لك على الحاجات اللي انت ما استنيتش عليها وما صبرتش عليها. اما بالنسبه للسفينه فكان وراهم ملك ظالم كان بياخد كل سفينه بيشوفها في طريقه، بس الملك ده كان عنده حاجه انه لما كان بيشوف سفينه فيها عيب كان بيتشائم منها وما بيرضاش ياخدها. عشان كده سيدنا الخضر ربنا كان اوحاله انه يعمل عيب في السفينه، بحيث ان الملك ده لما يشوف السفينه دي، وعشان هي كانت بتاعه المساكين دول، فما ياخدهاش ويسيبها، وكده ربنا يبقى نجاه. اما بالنسبه للغلام يا موسى فكان ابوه وامه ناس صالحين، وربنا حب انه يخلصهم من شقاوه الغلام ده، وانه كمان لما هيكبر كان هيبقى من الجبارين، وكان هيعمل كتير من المعاصي وهيرهق والديه. وهنا كان في رحمه كمان بالطفل، لانه لما مات في السن ده وربنا مش هيحاسبه على اي حاجه، لكن لو كان كبر كان هيبقى من اهل النار. فربنا حب انه يبدلهم بطفل احسن منه، وهيكون بار بوالديه وهيكون من الصالحين. اما بالنسبه للجدار يا موسى فكان لغلامين يتيمين، وكان تحتيه كنز. كان ربنا عايز ان هما لما يبلغ اشدهما، يعني لما يقدروا هما كده يكبروا ويطلعوا الكنز يستفيدوا منه، لان كان ابوهما صالحا. ويقال هنا ان ما كانش الاب المباشر، ده كان
الجد او جد الجد كمان. فتخيلوا ان الواحد لما بيعمل عمل صالح ممكن يعود بيه بالخير على حتى الاحفاد واحفاد الاحفاد.